في 23 يناير 2025 بيعلن نادي مانشستر سيتي على التعاقد مع اللاعب المصري عمر مرموش قادما من اينتراخت فرانكفورت ب 75 مليون يورو علشان يكون عمر مرموش اول لاعب مصري يلعب في صفوف مانشستر سيتي، ويكون عمر مرموش هو اغلى لاعب في الكرة المصرية كلها. ولكن المشكلة ان مرموش بينتقل للسيتي في وقت الفريق كله عنده مشاكل ووضع اول مرة نشوف جوارديولا فيه. وهنا بقى بيجي السؤال المهم اللي الناس كلها بقالها فترة بتسأله: هل عمر مرموش هو الحل للسيتي ولا مرموش هيكون ضحية جديدة من ضحايا بيب جوارديولا؟ وايه السيناريو المتوقع لطريقة لعب مرموش ودوره تحت قيادة بيب جوارديولا؟ ده بقى موضوعنا النهاردة، فمن غير رغي كتير يلا بينا على التفاصيل. قبل ما نتكلم عن اي حاجة تخص عمر مرموش لازم نعرف في الاول ايه الاسباب اللي خلت السيتي يوصل للوضع اللي هو فيه دلوقتي، علشان نقدر نعرف اصلا هيكون ايه دور عمر مرموش في المنظومة كلها. واللي وصل ليه مانشستر سيتي لغاية دلوقتي ملوش سبب واضح نقدر نقول ان احنا لو عالجناه السيتي هياخد الدوري. الموضوع بيكون ليه اكتر من جانب، والجوانب دي كلها اتلمت على بعضها طلعت لنا السيتي دلوقتي. اول جانب الاصابات التي ضربت لاعبين السيتي، واكيد مادام انا هتكلم على الاصابات يبقى اول لاعب هيجي في دماغي ودماغكم هو اللاعب رودري. جوارديولا من اكتر المدربين في العالم بيلعب على فكرة الاستحواذ مع الضغط العالي، ولكن ده عكس طريقة لعب ليفربول تماما. علشان اوضح لكم الفرق، اتفرجوا على ليفربول هتلاقي ليفربول من هجمة ولعبة بيجيب جون، ولكن طريقة لعب جوارديولا مش كده خالص. احنا هناخد الكورة ونقعد نبصي لبعض كده عند منطقة جزائنا، وبعد كده نمرر تمريرة الاولى نكسر بيها الخطوط، فالفريق اللي قدامك يرجع يتمركز في منطقه، فاقوم انا كسر له خط كمان فيرجع شويه ورا يتمركز اكتر، ونفضل على الحال ده كده مع بعض لغايه ما نحصر الفريق كله في منطقه جزائه، ونفضل بقى نجيب الكره يمين شمال في النص يمين شمال في النص، نتسلى على الفريق لغايه ما نجيب الجون الاول. وما دام جبنا الاول يبقى نكرر الموضوع ونجيب تاني وتالت ورابع وخامس وسادس ونقلبها حفله. ده ببساطه تكتيك وطريقه لعب جوارديولا في الملعب. وطبعا كان اهم لاعب في منظومه جوارديولا عشان يقدر جوارديولا يطبق فكره ده هو اللاعب رودري، وده لعده اسباب. السبب الاول ان رودري من اكتر اللعيبه في العالم اللي بتقدر تعمل تمريرات تكسر بيها الخطوط. السبب الثاني ان كابوس جوارديولا من ايام ما كان في برشلونه هو الهجمات المرتده. جوارديولا ممكن يعمل لك اي حاجه في الكوره، ولكن ازاي يقدر يوقف هجمه مرتده دي اكتر نقطه ضعف لجوارديولا. فلو في فريق بينفذ الهجمه المرتده كما قال الكتاب كده كده هتخش جون مفيش كلام. ولو انتوا مش مصدقين كلامي تعالوا كده نشوف ايام مورينيو مع الريال ضد جوارديولا البارسا، هنشوف ان لما ريال مدريد كان بينفذ الهجمه المرتده سريعه كانت كده كده بتخش جون في برشلونه. وهنا بقى بيجي دور رودري، لان هو لاعب ذكي بيعرف يضغط فين وامتى عشان يحبط الهجمه المرتده. وده لان جوارديولا من نوعيه المدربين اللي عنده اقتناع في دماغه انك عشان تحبط هجمه مرتده تحبطها بالضغط العكسي، مش بفكره ان انت تروح تجيب لاعب سريع يجري يلحق الكوره. والغريب بقى ان جوارديولا بعد السنين دي كلها للسيتي ما قدرش ان هو يربي لاعب تاني يكون بديل لرودري. راحوا من فتره جابوا اللاعب كيلفين فيليبس، وزي ما دخل زي ما خرج، مفيش بديل لرودري جوه الفريق. تاني لاعب بقى من حيث الاصابات ليه وزن تقيل قوي هو المدافع روبن دياز. المدافع ده مش اي مدافع بالنسبه لبيب جوارديولا. روبن دياز هو قائد خط الدفاع وهو الريجيستا بتاع خط الدفاع، هو اللي بيظبط خط الدفاع كده لو احنا عايزين ننصب مصيدة التسلل. فطبعا غيابه الموسم ده عن السيتي في بعض الماتشات للاصابه وقع الفريق اكتر ما هو واقع. تاني جانب هو رهانات اداره السيتي على بعض اللعيبه اللي نقدر نقول انها منتهيه. بصوا عشان يكون الموضوع سهل ومفهوم، اي لاعب كره قدم في مسيرته الاحترافيه ليه 3 مراحل. المرحله الاولى وهو لسه بيبدا وبيكون في المرحله دي نقدر نقول ان هو تحت الارض. المرحله الثانيه لما بيبتدي مستواه ان هو يطلع 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 لغايه ما يوصل لاعلى نقطه في قمه مستواه. وفي المرحله الثانيه دي بتبدا الفرق ان هي تشتري اللعيبه، علشان اللاعب ده بيجي في المرحله الثالثه ويبدا مستواه ينزل لتحت ويرجع تاني تحت الارض، فتبدا الفرق في المرحله الثالثه ان هي تبيع اللعيبه اللي اشترتها. والنظام ده معظم انديه العالم بتعمله. عندك مثلا ليفربول مع ساديو ماني، وريال مدريد مع كتير جدا من النجوم بتاعته. وهنا بقى بتيجي غلطه اداره السيتي، لان هي قررت ان هي تجدد للعيبه خلاص كانت في المرحله الثالثه بتاعتها. عندك مثلا لاعب زي كيفن دي بروين اللي كان المفروض الاداره ما تجددوش وكان
المفروض ان هي اصلا تبيعه من بدري قوي. وعندك كايل ووكر اللي لسه خارج اعاره للميلان، ما كانش المفروض يتجدد له وكان المفروض برضه يتباع من بدري. وعندك اللاعب جوندوجان اللي بعد ما الاداره اصلا باعته لبرشلونه رجعت جابته تاني، وتقدر تقول كده ان هو نسي الكوره. ما تفهمش جوندوجان ده كانوا بيشربوه في كاتالونيا. ثالث جانب عدم تعويض خروج بعض اللعيبه من السيتي. في الجانب ده اهم لاعب هنتكلم عنه هو جوليان الفاريز اللي خرج من السيتي لاتلتيكو مدريد. والصراحه انا لغايه دلوقتي مش قادر افهم ازاي جوارديولا فرط في اللاعب ده بالسهوله دي، بعيدا عن ان اللاعب هو اصلا طالب الخروج لان هو محتاج ان هو يلعب دقايق اكتر، وطبعا ده كان مستحيل يتحقق في وجود ايرلينج هالاند، الا ان انت ما كانش ينفع تسيب اللاعب ده يخرج وما تجيبش بديل ليه في الفريق. طيب يا سيدي ازاي هو مهم قوي كده واحنا عندنا هالاند اللي بيجيب اجوان من اي حته؟ تعالى بقى كده اقول لك ايه فايده جوليان الفاريز في الملعب. قيمه الفاريز في الملعب ان هو بيخفف الضغط والرقابه على هالاند، فبيقدر ان هو يخلق مساحات ينطلق فيها هالاند ويجيب فيها اهداف. وتاني حاجه مهمه ان الفاريز كان احيانا بيلعب اكنه مهاجم تاني مع هالاند في الصندوق، فتقدر ان انت تستغل الكثافه العدديه في وجوده وتجيب اجوان. وعلى فكره جوارديولا مش اول مره يلعب بالاسلوب ده، وبعد ما مشي الفاريز الموسم ده جوارديولا لغايه دلوقتي مش عارف يحل المشكله دي، لان هو كان متوقع ان ممكن كيفن دي بروين يملى المكان ده، ولكن كيفن دي بروين اصلا هو كمان نسي الكوره، فبيضطر جوارديولا ان هو يعوض المكان ده باللاعب جفارديول. ايوه زي ما بقول لك كده المدافع جفارديول بيلعب احيانا سكند سترايكر جنب هالاند. روح اتفرج على اي كوره يحس جفارديول ان هي خلاص هتتلعب عرضيه هتلاقيه هوب بينط جوه منطقه الجزاء. وفي احصائيه بسيطه كده احب اقولها لك ان جفارديول جايب في الدوري الانجليزي لغايه دلوقتي 5 اهداف، علشان تصدقني بس في الكلام اللي بقول لك عليه ان جوارديولا بيلعبوا سكند سترايكر. ولكن اكيد طبعا ان جفارديول مش قادر يقوم بالدور ده على اكمل وجه، وهنا بقى بيجي دور صفقه عمر مرموش من اينتراخت فرانكفورت للسيتي. اللي بيتفرج على فرانكفورت هيشوف ان مرموش ملوش غير 3 اماكن بس بيلعب فيهم في الملعب، يا اما بيلعب سترايكر يا ورا السترايكر يا اما جناح شمال، غير كده ملوش اي مكان تاني. ولو قررت ان انت تتفرج على اللاعب ده مع منتخب مصر هتلاقيه في الاغلب بيلعب جناح شمال. وبالصدفه ان دول اكتر 3 اماكن جوارديولا عنده فيهم كوارث الموسم ده. ولو بصينا شويه كده على الكوارث دي هنلاقي اولهم في فودن اللي بعد ما كان عامل اداء عالمي جدا الموسم اللي فات، الموسم ده دروب جدا في مستواه وبينسى الكرة تماما. طيب ولو قررنا ان احنا نركن فودن على جنب ونسيبنا منه هنلاقي عندنا بقى جوز حلوين جاك جريليتش وجيريمي دوكو، واحد فيهم مقضيها في المستشفى والتاني هو كمان نسي الكرة بطريقه اغرب من فودن. وحتى دي بروين اللي قلنا ممكن يبقى فيه الرمى ويلعب تحت راس الحربة هو كمان نسي الكرة. فاكيد طبعا بعد كل ده هتكون فرصة مرموش ان هو يلعب اساسي مع الفريق ده كبيرة جدا، وده اللي احنا شفناه في ماتش مانشستر سيتي قدام تشيلسي، لان مفيش ولا واحد من الجماهير كان متوقع ان جوارديولا هيلاعب مرموش اساسي قدام تشيلسي. لاعب لسه ماضي معاك يوم الخميس بتلعب بيه قدام تشيلسي يوم السبت اساسي، حاجه تقريبا جوارديولا اول مره يعملها في مسيرته التدريبيه. ولكن بكل صراحه عمر مرموش الموسم ده عامل موسم عالمي جدا واداء عالي قوي. اللاعب مع اينتراخت فرانكفورت مسجل 20 هدف وعامل 14 اسيست. وهنا بقى يطلع لنا سؤال جديد، مين اكتر واحد مستفيد من وجود مرموش في الفريق؟ والاجابه بكل بساطه جدا ان اكتر واحد مستفيد هو اللاعب ايرلينج هالاند. ولو جينا بصينا على ماتش السيتي ضد تشيلسي هنلاقي ان مرموش بينفذ الفكره بتاعت جوارديولا اللي كنا لسه بنتكلم عنها، وهي ان مرموش بيتمركز ورا ويسحب المدافعين معاه ويفضي مساحه يستغلها ايرلينج هالاند، فبيحل ازمه التكتل الدفاع والمراقبه اللصيقه لايرلينج هالاند ويفتح له مساحات مهمه للاعب ومهمه للفريق كله. نيجي بقى لواحد من الاسئله المهمه اللي انا سمعتها كتير جدا من ساعه ما عرفت ان مرموش رايح السيتي، هل مرموش هينجح في السيتي او مرموش اصلا هو الحل للسيتي؟ وهل ممكن ان احنا نشوف نسخه جديده من صلاح في انجلترا ولا الموضوع كله اوهام؟ بكل صراحه انا اول ما سمعت ان في اخبار ان مرموش هينتقل للسيتي افتكرت انتقال صلاح لتشيلسي، وازاي جوزيه مورينيو من كتر ما كان هيقعد صلاح على الدكه كان هيقتل موهبه صلاح. وطبعا انت هنا في السيتي عندك جوارديولا اللي اصلا ما بيعرفش ينمي موهبه لاعب. جوارديولا من نوعيه المدربين اللي محتاج فريق جاهز او تجيب له لاعب جاهز يدربه، لكن فكره ان انت تجيب له لاعب موهبه هو ينميها مش بتاعه جوارديولا. ده غير طبعا ان جوارديولا اصلا ما بيحبش الافارقه. عندك مثلا ايتو يايا توريه ورياض محرز اللي من كتر الروتيشن اللي عمله قتل موهبته. ده غير طبعا لعيبه انجليز زي المهاري جريليتش اللي بعد ما كان بيعمل البدع في استون فيلا
جوارديولا حوله لروبوت بينفذ اوامره في السيتي. ولو انتوا عايزين تفهموا كلامي كويس تخيلوا كده ان مرموش بيلعب تحت يورجن كلوب. اظن كده الرساله وصلت. ولكن مرموش لاعب كبير وموهبه كبيره وممكن يطلع منه حاجات كتيره قوي، وفي الحقيقه ان الانتقال ده مهم جدا للاعب لو استغله صح ومهم جدا للسيتي. فبلاش نحكم على الصفقه دي من دلوقتي، خلونا نحكم على الصفقه دي في نهايه الموسم. المهم اكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا شايفين ايه، هل مرموش هيتالق ولا هيكون صفقه عاديه وخلاص؟ وفي النهايه ما تنساش لايك وسبسكرايب وفولو، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.